السؤال عن هذا كثير جدا، وهو بأي شيء يبدأ طالب العلم من الكتب. ونقول الأفضل لطالب العلم أن يبدأ بالكتب المختصرة في كل فن. ففي النحو مثلا يبدأ بالأجرمية، لأن كتاب مختصر مفصل واضح. وفي الحديث يحفظ عمدة الأحكام. وفي الفقه يحفظ المتون المختصرة في الفقه على حسب المذهب الذي ينتمي إليه. فإن كان ينتمي إلى مذهب الحنابلة أخذ بالكتب المختصرة في مذهبهم، وإذا كان ينتمي إلى مذهب الشافعية فكذلك، وكذلك الذي ينتمي إلى المالكية أو إلى الحنفية. ولكن يجب أن نعلم أن كتب الفقه التي تقرأ أو تحفظ ليس معناها أنها بمنزلة كتب الحديث، لأن كتب الفقه ليست حجة، لكن يجعلها الإنسان أساسا ليبني عليها العلم ولا يحتج بها. الحجة فيما قاله الله ورسوله، لكن هذه من أجل أن يكون طلبه للعلم دائرا عليها فقط، فهي كالفهرس لأحكام الشريعة. نعم. أما العقيدة فأحسن ما يكون العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنها زبدة عقيدة أهل السنة جعلني الله وإياكم منه. وأما التاريخ وما ذكره في سؤاله فهذا يرجع إلى علماء التاريخ، مع أنه لا حاجة إلى أن يغيب التاريخ، اللهم إلا إذا كان هناك خلاصة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء فربما نقول يمكن أن يغيبها الإنسان. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.